كم مرة بررتي تصرفك عشان الناس ما يزعلوش؟ طب كم مرة قلتي يمكن أنا الغلطانة؟ النهاردة هقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها. في حاجات في حياتك مش محتاجة تبرير، لا لحد ولا حتى لنفسك. أهلا بيكي في مساحة الأمان بتاعتك في قناة بي ديفا، المكان اللي هتتعلمي فيه تحبي نفسك من غير خوف، وتوقفي تبرير وجود اختياراتك ومشاعرك لأي حد. الفيديو ده لكل واحدة اتقالها اتغيرتي أو بقيتي أنانية، بس هي في الحقيقة أخيرا بدأت تختار نفسها. هقولك النهاردة على 25 حاجة مش محتاجين تبرريهم لأي حد. أول حاجة، حدودك الشخصية مش محتاجة تفسير. لما تقولي لأ دي مش قسوة، دي حماية لنفسك. زي لما تقفلي الموبايل بدري عشان ترتاحي، مش لأنك مش اجتماعية، لكن لأنك محتاجة هدوء. اختياراتك في العلاقات ملكك. لو بعدتي عن حد بيستهلك طاقتك دي مش خسارة، ده إنقاذ لنفسك. وقتك الخاص مش رفاهية، خدي لنفسك وقت تفصلي حتى لو يوم كامل من غير تليفون، من غير ما تردي على الناس، لكن انتي محتاجة ترجعي لنفسك. قرارك بالانسحاب مش ضعف. سيب اي مكان، شغل، علاقة او صداقة بتستنزفك. الانسحاب احيانا نضج مش هروب. اهتماماتك واحلامك دول حقك. لو قررتي تتعلمي لغة جديدة او تبدأي مشروع بسيط بتحبيه، مش لازم الكل يفهم ليه بدأتي دلوقتي. طريقة لبسك أو مظهرك مش محتاجة تعليم. يوم تكوني أنيقة ويوم تخرجي بلبس بسيط، في الحالتين انت حلوة لأنك مرتاحة. قرارك بعدم الرد مش قلة ذوق. لما تختاري الصمت بدل الجدال فده نوع من السلام مش التجاهل. مشاعرك مش محتاجة تبرير. زعلانة، فرحانة، تايهة، كلها مشاعر إنسانية مش لازم تتحكم فيها الناس. رغبتك في التغيير ده مش تقلب. اللي بيتطور ده مش متناقض، ده واعي. أما بقى علاقتك بربك فدي مش للعرض العام. صلاتك، دعائك، قربك بينك وبين ربك مش للجمهور. اختيارك العزلة أو الهدوء مش اكتئاب، ممكن تكوني بتسمعي صوتك لأول مرة بعد دوشة السنين. رفضك لطلب أو دعوة مش أنانية. لما تقولي مش جاية من غير مبررات ده احترام لحدودك. كمان طريقة تعاملك مع حزنك أو فرحك تخصك. في اللي بيحكي وفي اللي بيسكت، مفيش طريقة غلط. أما بقى قرارك إنك تبدأي مشروع أو تسيبيه فده مش فشل، كل تجربة بتعلمك حتى لو مكملتش. اختيارك لأسلوب حياة مختلف مش غريب. ممكن تختاري تبقي بسيطة وسط ناس بتحب المظاهر، المهم تكوني مرتاحة. علاقتك بجسمك، أكلك، نومك دي حرية شخصية. مفيش شكل مثالي غير إنك تكوني مرتاحة في جسمك. أما بقى قناعاتك الفكرية والروحية مش مادة للنقاش. انت بتتطوري ومش محتاجة إذن. احتياجاتك العاطفية مش ضعف. اللي يلومك عشان بتحبي بصدق هو اللي محتاج يتعلم معنى القرب. أما بقى رغبتك في بداية جديدة فهي مش هروب، دي شجاعة. ابدأي من الصفر لو لزم الأمر، المهم ما تفضليش في مكان بيكسر روحك. خلاصة الكلام، ما تعيشيش حياتك في تبرير. كل مرة تشرحي ليه عملتي كده انت بتسلمي جزء من حريتك. اللي يحبك هيفهمك من سكوتك، واللي ما يفهمش مش محتاج تشرحي له أصلا. انت مش مطالبة تبرري وجودك، انت بس مطالبة تعيشيه بصدق. انا هنا معاكم من قناة بي ديفا، ولو الفيديو ده لمس قلبك شاركيه مع واحدة محتاجة تفتكر قيمتها. وافتكري دايما الأنوثة مش ضعف، والهدوء مش استسلام، والاختيار لنفسك مش أنانية. أشوفك الفيديو الجاي.